تنتوقع النادي الثاني اللي غادي يرفع المنع هو فريق الوداد البيضاوي. تنتوقع لانه قريب، انا معاهم في نقاش ممكن نرفعوا في اقرب الاجال. كنتسناو نتوصلوا باللائحه ديال الناس اللي غاديين، حيت كنخليو لهم هما المجال انهم يتفاوضوا مع المعنيين بالامر الا كان هناك بعض يعني نقصوا في المبالغ اللي محكومه. ما كنبغوش ندوزوا مباشره للاداء قبل ما يكون هناك تفاوض، لانه الناس تيوصلوا للتفاوض ما بين اللاعب والنادي. تنتوقع كذلك اللي غادي يقدر يرفع المنع ربما الا كان شي مجهود كبير من المجالس المنتخبات ديال اسفي وجهات مراكش، انه حتى اولمبيك اسفي ممكن في هذا الميركاتو الشتوي ربما. تنتوقع عدا ذلك اولمبيك خريبكا اللي بادلين مجهود كبير. الرجاء لا اعتقد، صعب جدا. يعني صعب ان الرجاء يرفعوا المنع في الميركاتو الشتوي. لا نقدر نقول لك صعب جدا انه الرجاء ترفع المنع في هذا الميركاتو الشتوي بالمعطيات اللي عندي الحاليه، على حول الامكانيات الماديه اللي كتوفر عليها الرجاء اليوم، انهم صعب جدا انهم يرفعوا المنع. لكن المبالغ المخصصه لهم غادي تمشي مباشره. ما تنساش ان هذا المليار الثاني اللي خصنا راه هو باش تخلص الزرهوني في لا ميزون دومور ديالو، السي العمري بلا ميزون دومور ديالو. يعني احنا خصصنا لهم المبلغ باش نحافظوا على الامكانيات ديال فريق